تصدر الفنان عادل إمام رغم ابتعاده عن الأضواء حديث الجمهور خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن خوضه تجربة سينمائية جديدة منذ آخر ظهور له على شاشات السينما بفيلمه زهايمر عام 2010. الله يخرب بيتك يا تهاني. الباب منين؟ مش عارف الباب منين؟ اهو. وفي التفاصيل يعود الفنان عادل إمام إلى السينما قريبا بفيلم جديد يجمعه بنجله محمد إمام يحمل عنوان الواد وأبوه من تأليف صلاح الجهيني وإخراج رامي إمام. عليك نور، تعالى في الحضن بقى. من الحضن بقى حبيبي يا دكتور، وبعدين نبقى نتكلم. مبروك يا لطفي. وقد أكدت بعض المصادر الصحفية أن الفكرة مطروحة منذ وقت طويل وتم تأجيلها بسبب انشغال محمد عادل إمام بتصوير فيلمه الجديد عمهم الذي عرض في عيد الأضحى الماضي. أنا سلطان وبيقولوا لي عمو. أنا مش بتاع مشاكل، والله ما بتاع مشاكل. وقال المنتج عصام إمام بشأن قصة فيلم الواد وابوه في تصريحات إعلامية سابقة من عنوان الفيلم يستطيع المشاهد معرفة محتواه: الأب عادل إمام والابن محمد إمام، حيث يدور في إطار كوميدي حول العلاقة بين الأب وابنه وكيف تأثرت العلاقة بينهما ولغة الحوار وحتى الأفكار بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي. يلا يلا. وعلى صعيد آخر، حاز مقطع فيديو مجتزأ من تقرير تلفزيوني نادر للفنان عادل إمام وزوجته هالة الشلقاني على تفاعل واسع أيضا ظهر فيه وهما يتحدثان عن تعارفهما بعد 14 عاما من زواجهما آنذاك. أول ما عرفتها قلت لها إحنا مش هنتجوز، يعني هنبقى صداقة يعني. فقالت لي أوكي، فاتجوزنا بعد سنة. وقال عادل إمام في الفيديو: كنا قاعدين عند سمير خفاجة، فجأة الشباك اتفتح، شفتها زي القمر، كل اللي حواليا عاكسها إلا أنا لأني ما بعرفش أعاكس أصلا وعمري ما عكست قبل كده، لكن في الأفلام أعرف. وأول ما عرفتها قلت لها إحنا مش هنتجوز، اتجوزنا بعد السنة، وبعد الزواج قلت لها نؤجل الإنجاب وكفاية طفل واحد، حملت في رامي وبعد كده سارة ثم محمد، كنت فقيرا جدا. بعدين بعد ما اتجوزنا قلت لها احنا مش هنخلف، يعني لان انا مش من الانصار اللي احنا عشان يعني ملوش لازمه. فرحت مخلف جايب رامي. فبعد ما خلفت جبت رامي، فقلت لها طب كويس، يعني ابن واحد ولد واحد كفايه، لان انا مش من طبيعتي الا انا يعني يبقى يعني عشان نقدر نعيش حياتنا كويس. فرحت مخلف ساره. فبعد ما خلفت ساره ورامي قلت لها كويس قوي، يبقى ولد وبنت، يبقى شيء ظريف جدا وجميل جدا يعني، وما نتحملش عشان كمان نقدر نعيشهم كويس. فرحت مخلف محمد. فانا لغايه دلوقتي قلت لها كفايه، يعني مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. انا جيت انا وهاله البيت ده خلفا، يعني مثلا ما عملناش فرح. نعم. لان يعني قلنا الفلوس اللي هتتعمل في الفرح دي ممكن تتوظف في مسائل تانية. انت كنت فقير يا استاذ عادل؟ طبعا كلنا كنا فقراء. لا قوي يعني؟ ايه قوي يعني؟ قوي بمعنى ايه يعني؟ بمعنى انك انت مش قادر انك تتجوز؟ انا كانت دايما عيني مليانه، انما كنت يعني لو كنت الفقر بمعنى ان انا ما عنديش امكانيات، ما كانش عندي، كنت فقير جدا. ما كانش عندي امكانيات ان انا اتجوز، ما كانش عندي امكانيات ان انا البس كويس، ما كانش عندي امكانيات ان انا اعمل حاجات كتيره جدا. نعم. بس ده ما كانش في دماغي نهائي، ما حطيتوش. ومن جهتها قالت هالة الشلقاني: عادل إمام ما حاولش يعاكس، وده لفت نظري، أنا اللي أصريت إن احنا نتجوز. فالواحد كان بيبص تلاقي ايه ملحوظه من اي حد موجود، بصه طريقه زي ايه، والمعاكسه الوحيد كان عادل اللي ما حاولش يعاكس، ما حاولش يبص، ما حاولش يتكلم. ده لفت نظري. ده لفت نظري.